بداية كده انا جاي اعمل فيديو عن اللاعب ده عشان انتوا عارفين الفيديو اللي بعمله الصفقة ما بتتمش على طول. بصراحة موضوع 35 سنة ده قفلني من الصفقة وما بقتش فاهم احنا هنفضل لحد امتى معتمدين على امير توفيق، وكل حاجة تقريبا بتعك. لا شفنا صفقات من اللي احنا عايزينها، ولا مهاجم بيخلص، وحوار سوزا لينا 100 سنة مش عارفين نخلصه، وموضوع غريب جدا. لكن ما علينا، الصفقة اللي قدامنا دي اغلب الوسائل الاعلام بتتكلم ان الراجل ده في سبيله للتوقيع مع الاهلي في اليومين الجايين، ولاعيب بعيد عن فكرة ال 35 سنة. هو انت وانت بتتفرج معاه على الفيديو كده هتحس ان هو برضو كوبي وبيست من سوزا، عشان كده كولر وافق عليه. هو لعيب طويل 188 سنتي، لعيب بيلعب بدماغه والكور العالية ومحطة، ودي حاجة التركيبة بتاعت خطة كولر محتاجة اللاعب اللي من النوع ده. الراجل ده بيتقال ان هو جاي صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند. يعني دي برضو حاجة واو يعني. احنا عارفين بروسيا ربنا يخليهم ما بتطلعش حاجة قلش ابدا، دايما اللعيبة اللي بتخرج من عندها بتبقى حاجة عالية جدا. واضح من الفيديو اللي انا بتفرج عليه زيكم بالظبط انه لاعب صندوق تسعة صريح، لا اكثر ولا اقل. اللعيب اللي انا حرفيا محتاجه في خطة ادائي، لان انا اغلب اللعيبة اللي بتلعب قدام عندي في الاهلي، سواء كهربا او حتى محمد شريف قبل ما يمشي، او صلاح محسن، تحس ان هو لعيبة تسعة ونص اكتر منها تسعة. اللعيب اللي هو الشادو سترايكر اللي بيتحدف شوية على جنب، اللي بيلعب في المساحات. انا اخر ما لاعب تقريبا كان تسعة صريح عندي مروان محسن، وكان كوليبالي الاجنبي اللي كان موجود. ده من اللعيبة اللي لعبت في المركز ده اساسي. اولا انا شايف ان موضوع السن ده على قد ما هو مهم ومؤثر، حلو الجون ده على فكرة، على قد ما هوش حاجة يعتمد عليها قوي، على قد ما نشوف اللاعب اداؤه عامل ازاي. لان 35 سنة في راس حربة، انا مش محتاج منه ان انا اقعد ارمي له سبرنتات، انا عايزه في المنطقة اللي انتوا شايفينها دي بالظبط. اللعيب اللي بياخد الكرة ورا الدفاع كنتروله كويس وفينشه كويس. واللي انا شايفه قدامي ده لعيب النوعية اللي انا محتاجها. بص الفينش، دماغه طول الوقت هو بيتحرك بدماغه للكورة بشكل رائع. طبعا دي ما فيهاش تحركات ولا حاجة، دي امه كانت دعياله يعني. لكن الاسلوب نفسه بتاع لعبه، بيلعب واضح برجلين الاتنين كويس، سريع، الطول مساعده في الكور العالية، هيفرق معانا جدا في الحكايات دي. ناقص بس ان انا اشوفه لو جه الاهلي انه يبقى فت بالشكل اللي قدامنا، ان المباريات دي برضو ما هياش ملعوبة السنة دي يعني. اكيد السن هيبقى ليه عامل كبير. آه، انا عارف ان في مشكلة عند جماهير الاهلي في حتة ان الادارة لحد دلوقتي، يعني انا مثلا ما بنحط نفسنا في مقارنة مع الدوري السعودي والملايين الرهيبة اللي بتدفع، وبأوروبا وفي غيره، احنا اكبر نادي في الشرق الاوسط، ونحتاج صفقات على قد الطموح بتاع النادي والطموح بتاعت الجماهير. والاهلي محتاج ان هو يغير السيستم شويه بتاع اللجنه الفنيه والناس المسؤولين عن التعاقدات، لان اللي بيحصل ده هيخلينا بناخد الفرز الثالث من كل اللعيبه اللي بتيجي عندنا. الراجل ده انا ما شفتلوش جون لحد دلوقتي على فكره، اللي اتقال عليه جون صعب. أه، حلو الجون، لكن اتمنى انه يكون اختيار جيد. اتمنى انه يبقى لاعب مؤثر. اولا انا واضح ان هو تحركاته ورا خطوط الدفاع بتاعت الفرق اللي بيلعبها عالية جدا، ودي حاجة كويسة برضو. سريع وكنتروله حلو على الكرة وفينشه كويس. اتمنى انه يكون صفقة ايجابية للاهلي، لان احنا بصراحة يعني لازم نغير حلو الجون ده اصعب جول لحد دلوقتي اللي انا شفته ده. ده اصعب جون، ده فكرني بشغل فلافيو الجامد، مع اني في الاول شفتها بدماغه يعني، بس ما علينا.
حلو، هو دايما بيروح على كل كورة، دايما بيعمل تراي، دايما موجود في الأماكن الحيوية في ال 18، ودي حاجة كويسة. وبعد كده برضو اللعيب المهاجم اللي من النوعية دي هيضيف تقل للخط الهجومي، لأن أنا محتاج مهاجم قوي بأي شكل من الأشكال الفترة الجاية. أتمنى تبقى صفقة كويسة للأهلي ويستفيد بيها.